عمرك سألت نفسك الماضي بيروح فين؟ هل فعلا الماضي مجرد زمن عدى وانتهى ولا هو لسه عايش معانا؟ هنا في حقيقة صادمة، إن الماضي أصلا ملوش وجود مادي الآن. هو الماضي عبارة عن ملفات شعورية مخزنة جوه جهازك العصبي. يعني هنا اللعبة كلها لعبة مشاعر وشعور. الذكرى اللي بتجيلك لما انت تشوف حاجة تفكرك بجزء من الماضي بتاعك، هي مش رجوع بالزمن لحدث معين زي ما انت فاكر، دي استحضار للتردد اللي انت لسه حابسه جواك. يعني انت مثلا كمثال عشان نفهم، لما تشوف صورة او تسمع اغنية وتحس بوجع، انت مش بتفتكر الوجع، انت بتعيشه الان بكامل طاقتك، لان انت هنا لسه ما حررتش الشحنة دي اللي موجودة جواك. الماضي ما راحش طول ما الاثر الشعوري بتاعه لسه بيتحكم فيك وفي قراراتك بتاعت النهاردة. وهنا لازم نسأل نفسنا سؤال: لو احنا فهمنا ان اللعبة مجرد مشاعر فقط، ممكن نستخدم ده في ايه او يفيدنا في ايه؟ هنا انت هتعرف ان انت تقدر تغير تأثير الماضي ده في ثواني. انت كل اللي انت محتاجه ان انت تفك الارتباط بين المعلومة وبين الشعور، ان انت تتعلم تكون سيد اللحظة بتاعتك. اللحظة دي هي المكان الوحيد اللي انت تقدر فيه تغير كيمياء مشاعرك تجاه اي حاجة حصلت لك زمان او في الماضي. ابدأ استوعب ان الماضي هو مجرد مراية بتوريك انت لسه شايل ايه جواك، وبتقولك ان الحاجة اللي انت شايلها دي محتاجة تتنظف. انت مش ضحية لظروفك زمان اللي حصلت لك، انت حقيقتك في اللي بتشعر بيه دلوقتي، وده سر رهيب. اول ما بتقرر ان انت تسحب قوتك من شعور الماضي ده، الماضي بيموت فعليا، ما بيكونش ليه عليك اي سلطة. يعني اللعبة كلها في الريموت كنترول بتاعك. لو انت غيرت القناة الشعورية اللي انت ظابط نفسك عليها، الواقع بتاعك كله هيتغير.